اوعى تتفرج على الفيديو ده وانت رايح تنام. سنة 1991 واحد اسمه كريستوفر كيسي، والشخص ده لقوه ميت في حمام بيته، وده لقوا جثته في البانيو، والغريبة انه كان لابس هدومه كلها. لما الشرطة بحثت وكلمت صديقه المقرب سي، الشرطة سألت صاحبه ده قالوا له انت اخر مرة شفته او كلمته امتى؟ فقال لهم اخر مكالمة ليا كانت معاه كانت مرعبة جدا، كلمته قبل ما يموت بيوم، وقال لي ان في الليلة اللي قبلها صحي على صوت حد بيهمس في أوضة نوم، والصوت ده كان جاي من تحت سريره، لكنه لقى نفسه مشلول ومش قادر يتحرك من على السرير علشان يعرف مصدر الصوت ده ايه. وهو مش قادر يحرك نفسه على السرير شاف ظل اسود طالع من تحت سريره، وبعدين الظل ده هجم عليه وخنقه لحد ما اغمى عليه. ولما صحي لقى رقبته ورمه وفيها كدمات، وايده الاتنين كانت غرقانه دم، وصوابعه كلها فيها جروح عميقه. وقال لي انا خايف اروح لسريري تاني انام عليه. وفجاه قال لي استنى انا سامع صوت بيهمس بره اوضه النوم، وبعدها انقطع الخط معاه.